النهاردة جايبالكم وصفة هتنقذكم في أي وقت مش لاقيين فيه عيش. عيش تورتيلا من غير خميرة، لا محتاج تخمير ولا عجن ولا أي تعقيد. عيش اقتصادي وسريع، مكوناته بسيطة جدا وموجودة في أي بيت، وهو عبارة عن دقيق وزيت ومية. هيخلص معاكي في 10 دقايق، وممكن تعملي بيه شاورما، كريب، سندوتشات للمدرسة أو الشغل. وكمان هقولكم على شوية أسرار ونصايح هتخلي العيش طري وناجح من أول مرة، فتابعوا معايا خطوة بخطوة. أهلا بيكم، أنا ملك وده فيديو جديد. ولو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل. يلا نبدأ على طول. المكونات: 3 أكواب دقيق، معلقة صغيرة ملح، 3 معالق كبار زيت، 3 أكواب مية، وممكن نزود شوية مية أو دقيق على حسب العجينة محتاجة إيه. في طاسة كبيرة على النار هنحط 3 أكواب مية ومعاهم معلقة صغيرة ملح و3 معالق زيت، نسيبهم لحد ما يغلوا كويس. وأول ما يغلوا ننزل ب3 أكواب دقيق مرة واحدة، ونقلب بسرعة بالمعلقة لحد ما العجينة تلم وتتفكك من الطاسة. لو لقيتي العجينة سايبة زودي شوية دقيق، ولو ناشفة زودي رشة مية بسيطة. بعد كده نطفي النار ونسيب العجينة تهدى شوية علشان نعرف نشتغل بيها. نبدأ نقطعها كور متساوية على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه، ونحط الكور في كيس أو نغطيهم بفوطة نظيفة علشان ما ينشفوش. كل ما العجينة ترتاح شوية قبل الفرد، كل ما هتتفرد معاكي بسهولة ومش هتلزق. دلوقتي هنفرد الكور بالنشابة، ممكن تفردي على الرخامة أو على كيس بلاستيك أو ستريتش، هيساعدك تتفرد بسهولة. وممكن تدهني نقطة زيت خفيفة تحتها لو حسيتي إنها بتلزق. نسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ودي أهم نقطة علشان العيش يطلع طري وما ينشفش. لو النار عالية العيش هينشف، ولو واطية مش هينفش ولا هيتسوى صح. نبدأ نحط أول رغيف في الطاسة، وأول ما نلاقيه بيعمل فقاقيع من فوق نقلبه على الناحية التانية. مش لازم ياخد لون جامد، إحنا عايزينه يطلع طري ومطاطي كده زي الجاهز بالظبط. نكرر على باقي الكمية بنفس الطريقة. ودلوقتي شوية أسرار ونصايح هتفرق جدا في النتيجة. أول حاجة لازم النار تفضل متوسطة طول الوقت. تاني حاجة، بعد ما العيش يطلع من الطاسة وهو دافي غلفيه في كيس أو فويل علشان يفضل طري وما ينشفش. ينفع يتخزن في التلاجة يومين 3 أو في الفريزر لمدة طويلة. ولما تيجي تسخنيه حطيه على الطاسة تاني هيبقى طري كأنه لسه معمول. ولو عايزة طعمه أغنى ممكن تدهني وش العيش زيت زيتون أو سمنة بلدي بعد التسوية. عيش التورتيلا ده مش بس للشاورما، ينفع تعملي بيه كريب، شوكولاتة، سندوتشات فاهيتا، جبنة، بيض، فول، أي حاجة. كمان ممكن تحشيه جبنة وتقفليه على بعضه وتسويه تاني على الطاسة كأنه كسدية أو بيتزا سريعة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أسرع وأسهل عيش تورتيلا بدون خميرة واقتصادي جدا، ومش هياخد منك وقت. جربيه وقوليلي في الكومنتات طلع معاكي إزاي. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. واستنوني في وصفة الشاورما اللي هتليق جدا على العيش ده، وهقول لكم فيها التتبيلة السرية والطريقة اللي دايما بتطلع مظبوطة. بحبكم جدا وشكرا على دعمكم دايما.